السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ مروة. يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة. النهاردة جيت لكم هعمل كريم الآيس كريم. ايه رأيكم؟ بطريقة سهلة ومكونات متوفرة في كل بيت، وهعمله لكم بمكونين وسر الشركات. هيطلع معاكم آيس كريم زي الجاهز بالظبط، كريمي وجميل جدا. وهنعمله بدون حليب مكثف ولا جيلاتين، يعني ولا في أسهل من كده ولا أبسط من كده. هنعمله في 10 دقايق. يلا يا حبايبي نعمله لأولادنا في الصيف. ولو عجبكم الوصفه يا حبايبي يا ريت تشتركوا في القناه وتديني لايكات، شجعوني باللايكات يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم؟ احلى واجمل ايس كريم هتعملوه. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونعمل ايس كريم بتاعنا الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ الطريقة على طول. جبت هنا لتر من الحليب، عندك معلب من عندك من اللبان ماشي. اضيف عليه 4 من معالق السكر، سكر حبيبات مش لازما سكر بودر 3، ادي كده 4. وهننزل عليهم ب3 معالق من النشا، عشان انا بعمل قدام كل خطوة بخطوة، عشان تبقى المقادير مظبوطة. 3 معالق من النشا. وهقلب كله ده على البارد. هدوب النشا والسكر. وبعد ما داب هرفعه على النار. كده رفعنا الحليب على النار. هقلب تقليب مستمر لحد القوام بتاعه ما يتقل، وهوريك القوام بتاعه عامل ازاي. انا معاكم خطوه بخطوه. هنعمل احلى ايس كريم بايديك الجميله. هفضل برضه على طول يا حبايبي انا بقلب تقليب مستمر عشان القوام بتاعي يطلع كريمي وجميل جدا. تمام معايا؟ اول ما يتقل ويطلع الفقاقيع هوريكم الخطوه الجايه هنعملها ازاي. وكده خلاص يا حبايبي، شايفين القوام بتاع الكريم عملت ازاي؟ القوام كده مظبوط. اول ما هيغلي اوريكم الفقاعات اللي هتطلع، يبقى خلاص كده النشا بتاعتنا استوت. بس شايفين؟ يبقى كده النشا بتاعتنا استوت. هفضل برضه على طول يا حبايبي انا بقلب تقليب مستمر عشان القوام بتاعي يطلع كريمي وجميل جدا. تمام معايا؟ اول ما يتقل ويطلع الفقاقيع هوريكم الخطوه الجايه هنعملها ازاي. وكده خلاص يا حبايبي، شايفين القوام بتاع الكريم عملت ازاي؟ القوام كده مظبوط. اول ما هيغلي اوريكم الفقاعات اللي هتطلع، يبقى خلاص كده النشا بتاعتنا استوت. بس شايفين؟ يبقى كده النشا بتاعتنا استوت. شايفين الفقاعات دي؟ خلاص كده ظبطت وبقت 100 100. هوريكم القوام كده. نرفعه من على النار. اول ما تطلع الفقاعات دي خلاص كده استوت. شايفين القوام؟ انا عايزه القوام ده، ولا تقيل ولا خفيف، هو القوام ده المظبوط. خلاص ارفعه من على النار. بعدها جبت بوله واحط المكونات بتاعتنا دي في بوله كده واركنه على جنب يبرد خالص. ويلا نبدا الخطوه التانية. خطوه هعملها، عندي هنا كوب من الكريم شانتيه. اي شركه انت حباها، محلى خام، لو خام حط عليه معلقتين سكر، لو عندك محلى ما تحطيش سكر. اي شركه او اي نوع بتحبيه للكريم شانتيه هاتيه. وتاني حاجه هنعمل المكون وسر من اسرار الايس كريم، اللي هو معلقتين من اللبن البودر. هو ده سر الشركات. حطي معلقتين او الباكو بتاع الحليب البودر، بديل الحليب المكثف. وده اول سر معانا للايس كريم. وتاني حاجه بصوا، الميه نفس الكوبايه اللي انا عرفت بيها الكريم شانتيه لازم يكون فيها تلج كده. وهنحط كوبايه من الميه المتلجه لازم يكون فيها تلج. ونضرب المكونات دي كلها لحد ما اوريكم القوام بتاعها عامل ازاي. وعندي بالمضرب هنضرب المكونات دي لمده 5 دقايق. هوريكم القوام دلوقتي اهي. هوريكم القوام بتاعها عامل ازاي. بعد ما ضرب مستمر لمده 5 دقايق خلاص الكريمه جهزت معانا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله عليها. هو القوام ده المظبوط. يلا يا حبايبي نقول الخطوه اللي بعد كده هنعملها ازاي. وبعد المهلبيه ما بردت خالص لازم تبرد تماما
عشان ما تسيحش معايا الكريمه. والمكون التاني هو ده سر الشركات، عايزه هنا معلقتين من الجلوكوز، هو ده اللي هيدينا القوام المطاط بتاع الايس كريم وطعم الكريم الايس كريم بتاع الشركات بالظبط. هنا هنحط معلقتين من عسل الجلوكوز. هنزل بمعلقتين من عسل الجلوكوز. هو ده المكون التاني وسر من اسرار الشركات. شوف الطريقه سهله وبسيطه ازاي. طب انا ما عنديش عسل جلوكوز، يبقى العسل الابيض، احط معلقتين من العسل الابيض ونضرب كله ده المكونات دي مع بعض. وكده قعدنا ضربنا بالمضرب يا حبايبي لحد ما القوام بقى كريمي وجميل جدا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، لمده 5 دقايق 6 دقايق، المهم القوام يبقى كريمي. واول حاجه هنعمل ايس كريم الفراوله. ده احنا الفراوله دي انا مفرزاها في الفريزر، مطلعاها كده قبلها ب5 دقايق. اول ضربنا الفراوله، شايفين؟ ضربتها في الكبه عندك في الخلاط. لما خليتها بالقوام ده هنزل عليها بحوالي 6 معالق او كميه كده من الكريمه اللي انا عاملاها، وهضربها في الخلاط. مش عندك مضرب في الخلاط هيبقى معاكي سهل جدا برضه. وهنا معايا الالوان الغذائيه، انا عندي هنا اللون الاحمر بس اعزز اللون بس عشان يبقى زي اللي بتاع الشركات بالظبط. هي نقطه واحده، لو مش عندك او مش عايزه تحطيها خلاص، انا عايزاه لون الشركات. واول حاجه جاهز معانا الايس كريم بالفراوله، ونحط في علبه، اي علبه عندك حطيه. نجهز الطعم التاني. وتاني طعم هنعمله المانجا، دي برضو مانجا مفرزه انا مطلعاها، هنفرمها في الكبه او الخلاط ونعمل نجهز الطعم التاني من الايس كريم. وخلاص ضربنا. بصوا المانجا عملتها ازاي، نعمتها خالص في الكبه، لو انت عندك في الخلاط ماشي. هنزل بالكميه بتاع الكريمه، يعني حوالي كده 6 معالق، وهضرب كله ده بالمضرب. شايفين القوام بتاع الايس كريم جميل ازاي؟ لو عايزه تحطي برضو الوان الغذائيه حطيها، ممكن احط نقطه واحده بس، نقطه واحده بس تعزز لي اللون. وهضرب تاني بالمضرب. وخلاص كده بسم الله ما شاء الله المانجا جهزت معانا. واي علبه هنزل بالايس كريم المانجا. ايه رايكم؟ كلها مواد طبيعيه والفاكهه بتاعتنا فريش. ايه رايكم؟ تاني طعم المانجا. يلا على الفانيليا. عندي هنا اخر طعم الفانيليا، اي نكهه فانيليا عندك سايله اي حاجه، المهم طعم الفانيليا، واحطها ونيجي ضربينها بالمضرب. وخلاص جهزت معانا الفانيليا. وجبت علبه وهنزل بالايس كريم بتاع الفانيليا، 3 اطعمه احلى من بعض. بسم الله ما شاء الله خلصنا ال3 اطعمه، الفراوله وعندك المانجا وعندك الفانيليا. هنزل اول حاجه الفراوله لازم نغطيها، ولو انت مش مغطياها او مش عندك علب من غير غطيان بورق الفويل. وهنا عندي المانجا وعندي الفانيليا، اجمل واحلى 3 اطعمه ايس كريم. ايه رايكم؟ هيبقى احلى من الشركات. يلا يا حبايبي، بعد ما نحطهم في التلاجة لمدة يوم كامل او 6 ساعات بالكتير، هوريكم الطعم هيبقى عامل ازاي والقوام هيبقى عامل ازاي. وبعد ليله كامله يا حبايبي بسم الله ما شاء الله طلعت الايس كريم، شايفين؟ بال3 انواع و3 اطعمه. ايه رايكم فيها؟ انا قعدتها ليله كامله. بسم الله ما شاء الله عليها، شايفين كريم ازاي؟
الله اكبر، اعمليه بالطريقه دي تطلع معاكي ناجحه وجميله جدا. ايه رايكم؟ يا رب لو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسانيش في اللايكات والاشتراك في القناه. اسيبكم في رعايه الله وامنه.